قلب اختك. الفيديو ده بمثابة جلسة نفسية قاعدين ندردش فيها مع بعض بعيدا عن زحمة الحياة، فركزي معايا وهاتي حاجة تحبي تشربيها وتعالي نتكلم شوية. بصي، عشان نكون متفقين، انا وانتي عارفين ان احنا لما بنيجي نبص لنفسنا في المراية ونلاقي نفسنا شكلنا كويس وراضيين عن نفسنا، مفيش حاجة في الدنيا ممكن تحسن نفسيتنا بعد النقطة دي. حصل صح؟ فعشان كده ده السبب الوحيد اللي يخليكي لازم ترجعي تهتمي بشعرك تاني. في كتير من البنات بيبقى عندها حجة اللي هو ايه، اصلا انا لسه باخد مصروفي، اصلا انا مش بشتغل، اصلا انا مش معايا فلوس. فاحنا في الفيديو ده هنتكلم على بيزك الحاجات، وتقريبا مش هذكر ولا براند، مش هذكر ولا اي حاجة غالية. كلها حاجات في متناول اي بنت، وكلها حاجات في متناول اي ست، بس انتي تنفضي عن نفسك الكسل ووساوس الشيطان وتقومي تتحركي. بصي، انا هديكي سر من اسراري، والسر ده ما بيطلعش لاي حد الا لمين؟ قلب اختك بالظبط. بصي، اول حاجه انا بعمل مرتين روتين لشعري. تمام؟ مش قرآن منزل يا جماعة، عادي جدا ممكن أكثر يوم من الأيام أو أكثر مرة من المرات، ضغط شغل، ضغط امتحانات، ضغط حياة، ضغط أي حاجة، عادي ممكن أكثر. بس الطبيعي إن أنا بستمر. تمام؟ بقسمه مرتين في الأسبوع. مرة بسميها مرحلة أو روتين التطويل، وده أساسي، ده أكتر واحد بهتم بيه بصراحة، عمري ما بفوته. تمام؟ والتاني هو روتين العناية أو اللمعان. عارفة بتحسي فيه شعر كده هو طويل ولكن مط. عارفة فكرة اللي هو مط؟ يعني تحسي ان هو مفهوش حياة، مش صحي، مش لامع، بتحسي ان هو ميت. عارفة يعني ايه ميت؟ فانا اكتر حاجة بحبها بصراحة او بركز عليها هي فكرة روتين التطويل. ممكن اتنازل عن فكرة الانتعاش وكده، عشان عمري ما بتنازل عن ايه روتين التطويل. اول حاجه بونيه ستان، ده بيزك معاكي لا غنى عنه في حياتك، واساسي اساسي اساسي معاكي في اي روتين هتعمليه في شعرك. تمام؟ تمام. بعد كده هنجيب اي توكه مشبك عندك، مش شرط الزهره دي، اي توكه مشبك بس تكون حلوه وبتمسك شعرك وما تقطعوش او تنتشه. تمام؟ تالت حاجه واهم اهم 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 حاجه فيهم على الاطلاق، دي اهم حاجه بجد، ما تستغنيش عنها ايا يكن. تمام؟ طبعا انا كنت خدتها من البراند بتاعي وكلمتكم عنها، وسعرها مش رخيص، يعني تقريبا ب 30 او 35 جنيه على ما اتذكر. جماعه انا بكلمكم على اساس ان انتوا ان شاء الله سواء فعلا شعرك طويل وبتحافظي على مستوى طوله من التساقط، او هتطوليه ويبقى شعرك معدي ظهرك. تمام؟ ففكره ان انتي تعملي حمام زيت لشعر معدي ظهرك فاكيد صعبه، اكيد صعبه. فدي اخترعوها عشان تسهل علينا حياتنا، بس جاست بس بتمشي بيها بس، وحمام الزيت بيتوزع في شعرك كله. طبعا انت فاكره ايام ما كنتي زمان، او لسه ما عملتيش بس اكيد فاكره لما كنتي بتعملي حمام زيت وتفضلي بقى ادي شعر اليمين وادي جزء الشمال وادي اجيبه قدام وادي ارجعه ورا وادي الطروف ما بقاش في الموضوع ده خلاص. تمام؟ فدي جاست هتسهل عليكي حياتك، هتحطي فيها الزيت اللي انت هتستخدميه او الخلطه بتاعه الزيت بتاعتك، وجاست هتمسي بس يعني هي توصله حرفيا لكل فروه الراس وكمان الطروف. تمام؟ جاهزين اقول لكم على اهم سر عندي؟ بصوا بقى، الخلطه السريه اللي هتطول لك شعرك بجد بجد في فتره وجيزه، لدرجه ان مثلا حد من اهلك او حد من صحابك شافك من فتره قريبه وجم شافوكي بعدها بحاجه بسيطه خالص، يعني هيقفوا كده يبلموا اللي هو انت ازاي قدرتي يعني تطولي شعرك كده بالسرعه دي؟ بجد والله العظيم ده اللي كان بيحصل معايا. بصوا بقى، زيت جرجير. زيت ايه؟ زيت جرجير، ازازه. طبعا انا بحب اجيب الازايز الصغيره دي عشان هي اللي بلاقيها اصلا، فانت لو تقدري تجيبي اكبر فعادي مفيش مشكله. تمام؟ خلينا في ده دلوقتي، زيت جرجير. وخلينا برضو في ده دلوقتي، خلينا نتكلم عن ده الاول. زيت جرجير وزيت خروع. تمام؟ يبقى كده ايه؟ زيت جرجير وزيت خروع. تالت حاجه بقى، وانتبهي معايا جيدا جيدا، زيت توم. وباكد عليكي انه ريحته تقرف، ريحته وحشه، ريحته وحشه بجد، لا انصح به للمتزوجين يعني. ريحته مش حلوه. تمام؟ والحاجات اللي بتحط معاها بتخف ريحته، بس ركزي جدا ان انتي بتغسلي شعرك تغسليه كويس وتعطريه كويس عشان هو ريحته مش حلوه. اللهم بلغت. تمام؟ زيت توم
رابع حاجه وهي بقى اللي هتعمل ايه يعني، هتموت ريحته اطلاقا. لا بلاش اطلاقا عشان ما اكونش بكدب عليكم او بقول لكم هلس. هتموت ريحته بنسبه 80%. معاكي 20% هيفضلوا ثابتين معاكي. تمام. زيت جوز الهند. يبقى انت كده معاكي 4 زيوت: زيت جرجير، زيت خروع، زيت توم، زيت جوز الهند. وادمجيهم بقى في ايه، في دي. تمام. وبجد هتدعيلي. عارفه يعني ايه هتدعيلي؟ بعد ما دمجتيهم كلهم هنا، تمام، انا بستخدم فكره نص ازازه، يعني بحط نص ازازه من كل حاجه من الاربعه. تمام. وببتدي احطهم على شعري مره كل اسبوع. يعني سي مثلا انا معتمده الروتين ده يوم الاثنين، فاساسي كل يوم اثنين انا بستخدمه. تمام. تمام. بتسيبيه على شعرك يا جماعه. حمام الزيت مش المفروض يقعد فتره طويله على الراس. يعني في ناس متخيله ان اي حاجه سكين كير، هير كير، اي حاجه المفروض تقعد مده اطول علشان تاخد فايده اكتر. مش كل الحاجات. حمام الزيت لو قاعد على شعرك اكتر من ساعتين هيوقع لك شعرك. ده مبدئيا عشان نكون متفقين. حمام الزيت بتاخديه قبل ما تاخدي شاور بساعه، نص ساعة. بس أنا بسيبه ساعة بصراحة. تمام. بحس ساعة يعني أكتر وقت مناسب معايا. أوقات مثلا بسرح، بلف هنا بروح هناك، بسيبه مثلا ساعة ونص، بس مش أكتر من ساعتين. يا جماعة حمام الزيت مش بيتساب على الشعر أكتر من ساعتين. تمام. طبعا بعد ما هتعملي الزيت كله على شعرك وعلى فروة راسك تحديدا، تمام، عايزة بقى تحطي على شعرك كله عادي. يعني أنا عن نفسي بستخدمه على شعري كله. تمام. هتلبسي البونيه البلاستيك بتاعك. مش عارفه هو بنيه اسمه بنيه ايه، بس هو بونيه. تمام. وهتربطي راسك بالبونيه الستان بتاعك. تمام. حابه تحطي على راسك بندانه ايا يكن. انا في بعض الاوقات بلبس البونيه الستان، وفي بعض الاوقات بلبس توكه او بندانه زي دي. بس دي طبعا يعني ايه، مش غالبا بلبسها. بس البسي حاجه فوق البونيه البلاستيك. تمام. بحيث ايه تكوني قاعده مرتاحه وما تحسيش ان انتي الموضوع مأزم معاكي. تمام. هتسيبيه بالكثير قوي ساعتين وهتدخلي تاخدي الشاور بتاعك. اوكي. بما انك قلب اختك واختك مش هتستخسر فيكي حاجه، تمام، مين فينا كبنات مش بتعاني من فكره ان شعرها مسحوب؟ يعني عارفين الشعر لما يبقى جاي لحد هنا كده، تمام، مش قصه، لا يعني انتي مش قرعه من هنا. تمام. فده بيعتمد على فكره البيبي هير، او ان هنا يبقى فيه شعر لسه بينمو او مغطي الحتت اللي هي الايه، الفراغات دي. انا بصراحه جيت فتره كان شعري ساحب، بس انا كنت انا اللي غلطانه وانا كنت انا اللي مقصره. بصي بقى، بتجيبي زيت التوم، تمام، وتجيبي الدرمه بتاعتك، تمام، وتعملي مساج. ده بيحفز الدورة الدموية في جسمك أو في المنطقة دي، وبتخلي دايما الهير روتين يطلع. طبعا الهير روتين ده مش بيفضل سوري، البيبي هير. البيبي هير مش بيفضل صغير، اكيد بيطول، فبيسحب وتلاقي شعرك تقيل، مش بس طويل، تقيل. تمام. وفي نفس الوقت مفيش الفراغات اللي قدام دي. ده هاك جبار. مش بس هنطول ونسيب قدام بقى واقع والشعرايه كل شعرك قد كده، لا، شعرك طويل وتقيل. لازم نركز في النقطة دي. اتفقنا ان احنا هنسيبه ساعتين بالكثير. تمام. وهتغسليه باي شامبو انتي بتستخدميه. تمام. ايا يكن انتي بتستخدمي ايه، بس هتغسلي شعرك كويس جدا جدا جدا. تمام. ما تسيبيش فيه زيوت، ما تخليهوش مزيت، ما تخليهوش ريحته وحشة. تمام. او في بقايا زيت، لان ده هيضر جدا، هيسد المسام بتاعه فروة راسك وهيوقع شعرك، هيجيب معاكي نتيجة عكسية. فاغسلي شعرك كويس جدا 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 جدا. تمام. بعدها ببتدي احط بلسم لشعري. بصراحة جيت فترة كنت عايشة دور الغبية على نفسي، كنت بقعد اقول قد ايه ان البلسم ملوش تأثير ايجابي على شعري. والحمد لله فقت من ساعة الغفلة. تمام. وجاي اقول لكم يا جماعة البلسم ليه تأثير حيوي بجد على الشعر، حيوي بجد. بيخلي شكله انسيابي، بيخلي فيه صحة، ما بيخلوش شكله شبه الراجل العجوز الميت. بعمل بيه شعري كله، فروة الراس والشعر نفسه. تمام. مش بحط اي حمام كريم، مش بحط اي حاجه، يا دوب بغسل شعري كويس وبحط بلسم، لان انا بالفعل كنت حاطه حمام زيت والحمد لله غسيته وعملت مع الواجب. تمام. وبس خلاص بنيجي للمرحله اللي بعده، وهي اهم من اللي فات. معظمنا احنا كبنات بنغلط غلطه شنيعه، اقل ما يقال عنها ان هي شنيعه. بنهتم وبنبقى كويسين جدا وبنعمل كل اللي فات ده
فله. تمام. ولكن بنيجي في المرحله بقى اللي جايه بنعك، بنطلع من الشاور بتاعنا، نقمط شعرنا او نقمط، مش عارفه اسمها ايه، بنربطه ربطه تمام، نلفه كده نحزمه تمام، ونسيبه. عندك بقى ريحه نتنه، تساقط، كل الحاجات السيئه في الحياه. تمام. لو ما عندكيش سشوار، ما تجيش تقولي انا ما عنديش سشوار، عادي، مفيش اي مشكله، الطاقيه ما اثرتش معاكي. وانا والله العظيم على الرغم ان عندي السشوار، بس بنسبه 99% انا بس بعتمد على الطاقيه. ليه؟ علشان هي اقل وقت معايا اكتر من ان انا اقعد انشفه بالجهاز بتاع الشعر نفسه او تنشيفه شعر. تمام. فما عندكيش سشوار وما عندكيش وقت ان انت تقعدي تنشفي شعرك. انا اصلا بجد بكره، والله العظيم حتى في الصيف بكره فكره ان شعري يكون فيه ميه. ده رأي شخصي، مش لازم تكرهيه زيي، حبيه عادي، بس ما تسيبهوش فيه ميه كتير، عشان ده هيسبب لك رطوبه، والرطوبه هتسبب تقصف، والتقصف هيسبب ان انتي شعرك هايش. فبعد ما تخلصي الشاور بتاعك، اعمليه طاقيه او نشفيه بالسشوار، شوفي ايه الانسب معاكي. تمام. طبعا مش محتاجه اقولك لما بتنشفيه بالسشوار بتنشفيه بدرجة حرارة متوسطة أو باردة، مش سخنة قوي، عشان ده طبعا مضر جدا على فروة راسك بشكل مستمر. تمام. فأنا بعمل ايه؟ ثواني هوريكي. بصي التوك دي اللي هي البنس أو التوك دي، ثواني، اللي هي التوك دي. تمام. بجد يا جماعة والله بتفرد الشعر قوي، بعملها قبل ما انام. ايوه قبل ما انام، ولما بنام عليها بقى بتعمل الشعر بجد شكله تحفه كانه مكوي. تمام. ولما بتيجي تفردي شعرك بعدها، انسي بقى حاجه اسمها رطوبه، بجد انسي حاجه اسمها رطوبه. تمام. دي كده المرحله التانية او التالتة، صح؟ تمام. بعد ما خلصنا شفناه، تجنبنا فكره ان احنا نكمكمه او نربطه او الكلام ده كله. بعد ما خلاص نشف والحمد لله، عملنا معاه الواجب. اوكي. النية كانت ان انا اعمل معاكم اليومين بتاع الروتين، بس انا حسيت ان الفيديو طويل قوي، فهعمل اليوم بتاع النضارة او الحيوية في فيديو تاني. تمام. بعد ما خلاص اتأكدنا ان هو نشف، ما بقاش فيه اي رطوبة، الكلام ده كله. تمام. بتجيبيه قدام كله. تمام. الهاك دي انا بحبها قوي 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 قوي. بتجيبيه قدام وتسرحيه، يعني عارفه يعني ايه؟ يعني تسقطي شعرك كله قدام كده وتسرحيه من تحت لفوق. بجد بحبها قوي، بحبها قوي قوي قوي، عشان بتنشط الدورة الدموية، وبجد هتلاحظي فرق في مستوى نمو شعرك. يعني لو مثلا شعرك بينمو معدل من سنتي ل2 في الشهر، هتلاقي الموضوع بقى ضعف مع الحاجات اللي مرت دي كلها. تمام. بعد كده طبعا بتيجي تقلبيه تاني بتلاقيه قد كده، ما تتخضيش، بترجعي تسرحيه تاني، مفيش اي مشكله، لان انتي كنتي عكس اتجاهه، بتسرحيه عادي جدا. وانا دايما برضو هو تفضيل شخصي، حاولي تعمليه دايما تسريحه او حاجه تخليه دايما متهوي، مش دايما مقفول، زي الضفيره مثلا. مش شرط تكوني عاملاها طول الوقت، ممكن تكوني عاملاها وانتي قاعده في البيت. لو مش بتحبي تسيبيه بشكل مستمر، ممكن تعملي ضفيره. ولما تخرجي عادي لمي الكحكه اللي احنا بنحبها، بنقفل عليها دي، مفيش اي مشكله. تمام. بس الفكره ما تفضليش طول الوقت قمطاه، ده شيء مش لطيف خالص، بغض النظر لا انا ولا انتي عارفين يعني ايه قمطاه، بس انا حافظاها كده. تمام. حسيت ان الفيديو طويل قوي، فممكن نخلي الروتين التاني في فيديو تاني، لو حابين اكتبولي. وبرضو قلب اختك مش هتبخل عليكي بمعلومه.